أنا اسمي رامي الطنباري، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج سنة 2005. أنا أول تجربة ليا إخراج في مسرح الثقافة الجماهيرية. اشتغلت قبل كده في الثقافة الجماهيرية تمثيل قبل ما أخش المعهد. وطبعا الثقافة الجماهيرية يعني مش محتاجة حد يعرفها، وأنا مدين للثقافة الجماهيرية بحاجات كتير جدا لأني اتربيت فيها. ولذلك كان نفسي في وقت من الأوقات إني أحاول أرد بعض الحاجات ليها عن طريق إن أنا أخرج، أو عن طريق إن أنا شوية الحاجات الصغيرة اللي أنا اتعلمتها أحاول أوصلها عن طريق الثقافة الجماهيرية، لأنه الثقافة الجماهيرية بتعتمد على نشر الثقافة والوعي في جميع أنحاء الجمهورية يعني. فكان من واجبي إن أنا أبقى موجود في الثقافة الجماهيرية في وسط أصدقائي، لأني أنا من المحلة والعرض من طنطا واحنا كنا بشتغل في جامعة طنطا، فمعظم الناس اللي موجودة ناس أصدقائي واشتغلت معهم مسرح قبل كده، وهم ناس بيحبوا المسرح جدا ومستميتين على المسرح ونفسهم يعملوا حاجات كتيرة جدا كويسة. فكان لي الحظ ان انا اتعاون معاهم، ولانه العدد كبير ولانه الممثلين الكتير كويسين في الفرقة الحقيقة، فكان عليا اني اختار نص يلائم العدد ويلائم وجهة النظر اللي انا عايز اطرحها، اللي بتتماشى مع الاوضاع اللي موجودة. لانه صعب جدا انك تلاقي عرض من A to Z بيعبر عن واقع المجتمع او الاوضاع اللي بتحصل في المجتمع دلوقتي. يوليوس قيصر عرض عايش وهيفضل عايش، لانه بيتكلم عن، وده جمال ويليام شكسبير، انه بيتكلم عن النفس البشريه وبيطرح من خلال النفس البشريه كل بيطرح سياسه وبيطرح علم اجتماع وبيطرح فلسفه وبيطرح كل حاجة من خلال النفس البشرية. وبالتالي كان في ثراء وما زال في ثراء مهما اتخذ منها. يوليوس قيصر بكل التضاربات اللي فيه وبكل الفتن اللي فيه وبكل الأحداث القوية اللي فيه وبكل الصراعات وبكل الانقسامات وبكل المؤامرات وكل الحاجات دي، أعتقد أن كل المصطلحات اللي قلتها دي احنا عايشينها بقالنا فترة وبنعيشها، وبالتالي أصبح الأوضاع اللي موجودة في يوليوس قيصر قريبة من الأوضاع اللي احنا بنعيشها. كما أن الشخصيات اللي في يوليوس قيصر مثيرة للتساؤل ومثيرة للجدل، حتى بالنسبة للناس اللي كتبوا في المسرح ونظروا في المسرح وحللوا الشخصيات. شخصية زي مارك أنطونيو، أو شخصية زي أوكتافيوس، أو شخصية زي بروتاس، أو شخصية زي كاشياس، أو شخصية زي يوليوس قيصر، شخصيات فعلا مثيرة للجدل ومثيرة للنقاش، ومهما حاولت تاخد منها هيتفضل فيها كتير جدا. كما نحيا الآن في ظل شخصيات غريبة جدا، احنا ما احناش عارفين مين اللي معه ومين ضد، مين كويس ومين بيضحك علينا. فهو الحقيقة نص بيثير تساؤلات كتير جدا. بس أنا حبيت أن أنهي العرض بأنه في النهاية إذا كان في فتن فالأقرب أنه هيحصل مأساة في النهاية، لأن هي بتحول الحقيقة ما بين التقدم وما بين التطور وما بين القضاء على الجهل. احنا محتاجين نفكر ومحتاجين نتعلم ومحتاجين نتثقف ومحتاجين نبدأ نبص لأعمالنا ولشغلنا ولحياتنا، ونسيب كل واحد يشوف هو عايز ايه. وانا حاولت اطرح ده من خلال نص يوليوس قيصر، واتمنى ان انا اكون حققت فيه حاجة كويسة. والناس في المهرجان كويسين جدا، الناس المسؤولين متعاونين جدا وناس محترمة جدا ووقفوا جنبي، واتمنى انه المهرجان يبقى افضل وافضل وافضل ويظل مستمر ويبقى فيه مكان افضل، لانه المكان هنا زي ما انتم شايفين كده في الهواء الطلق، وفي حاجات بتتبني جنبنا وفي عربيات بره وبتاع. يعني اتمنى انه، وخصوصا انه اصلا مسرح الثقافه الجماهيريه اهم مسارح موجوده في الجمهوريه، في الجمهوريه كلها هي مسارح الثقافه الجماهيريه. فاتمنى انه يكون فيه اهتمام اكتر من كده يعني. وشكرا لكم ونورتونا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي كريم حسن ناجي، عضو في فرقه أسر ثقافه طنطا، والمشاركه في المهرجان الختامي النهارده. العرض الافتتاحي يوليوس قيصر، تأليف ويليام شكسبير،
اخراج اخويا وصديقي وحبيبي رامي التنباري. احنا تعبنا جدا يعني، اللي انتوا شفتوه النهارده على المسرح ده كان نتاج تعب يمكن 4 أو 5 شهور ورا بعض متواصل، ما بنهمتش. بس الحمد لله يعني ربنا بيكافئ الواحد على قد مجهوده، والحمد لله احنا راضيين تماما عن العرض اللي حصل. طبعا الإدارة هنا الثقافة طبعا ما أثرتش معانا خالص، الناس بيذللوا كل الصعاب اللي موجودة، والحمد لله، ويا ريت نكون على قد ثقتهم فينا يعني إن شاء الله، والحمد لله، ويا رب نكون قدمنا حاجة كويسة النهارده. شكرا. بسم الله. مصطفى صلاح، ممثل بفرقة أسرى ثقافة طنطا. كنا بنقدم النهارده عرض يوليوس قيصر تأليف ويليام شكسبير، إخراج رامي التنباري. أنا كنت بلعب دور كيشياس. والحمد لله في البداية عملنا عرض كويس موفق في طنطا، وهو ده كان السبب ان احنا نتصاعد ونبقى في بداية المهرجان، لان هم منظمين المهرجان حسب العروض، يعني حسب درجات العروض على مستوى الاقليم كله. بس هو في طبعا تعليقات، يعني المهرجان مشرف جدا، ومهرجان اي حد يتشرف ان هو يشارك فيه، بس هناك بعض المآخذ. يعني انا مش هتكلم عن العرض ولا هتكلم عن الدور ولا هتكلم عن اي كلام من دوت، لان البني ادم ممكن يستمتع او الفنان ممكن يستمتع اذا كانت موفره له كل السبل عشان يقدر يمتع. فاحنا النهارده كنا بنحاول نمتع بقدر الامكان، على الرغم ان احنا ممكن اعتقد ان اغلبنا او اكثريتنا مش مستمتع باللي هو بيقدمه، لان الظروف اللي اتحط فيها ظروف صعبه جدا وظروف غريبه جدا وظروف الله اعلم ممكن يتقال عليها ايه، لان ان احنا نيجي يبقوا بيوفروا السكن او الفندق يوم العرض، فدي ده اعتقد انه صعب جدا، ان ناس بتيجي من سفر. طب انا هتكلم، انا من طنطا وقريب من مصر، الموضوع كله ساعتين. طب الناس اللي بتيجي من قنا وبتيجي من اسوان ازاي يقدروا يمتعوكوا اذا كانوا هم اساسا هيجوا مرهقين بشكل غير عادي؟ دي حاجه. فرجاء الاهتمام بالفن والاهتمام بالفرق الصغيره، علشان خاطر او فرق الهواة بالذات، علشان خاطر ان انتوا تقدموا فن محترم، وان انتوا تقدموا للناس فنانين يكونوا بالقيمه اللي هم يقدروا يبنوا مجتمع صالح. ارجوكم، هو ده الرجاء الوحيد يعني، واشكركم جدا.
كما أنه من المحظور على أفراد الطبقة العاملة أن يخرجوا في أيام العمل دون أن يحملوا معهم ما يدل على صناعتهم. تكلم أنت. ما صناعتك؟ أنا؟ نعم. نجار. فأين ميزارك الجلدي وزن؟ وأين مسطرتك؟ ولا الداعي إلى ارتدائك اليوم خير ملابسك. بس إن أردت الحق يا سيدي، وإن أنا كورنت بغيري من الصناع مارة فلست إلا ما يمكنك أن تسميه مشتغلا بالإصلاح. ولكن ما هي صناعتك؟ عجبني دون التواء. صناعتنا أتمنى أن أوديها يا سيدي وضميري مرتاح. هي في واقع الأمر إصلاح وسيلة الخلق. ولكن ما هي صناعتك يا الفاسق؟ ما هي صناعتك يا الفاسق الأحمق؟ أناشدك يا سيدي أنا تخلق عن قول سماعك، ومع ذلك فإنك إن طلبت قبول سيدي إقبالك وإصلاحك. ماذا تعني بذلك؟ تصلحني أيها الوقح. تصلحني أيها الوقح. نعم فأنا إسكافي في هذه الأمور. هذا يكفي. أنت إسكافي إذن، أليس كذلك؟ هذا حق يا سيدي، فالمطلق هو ما أرتزق منه. لا أقحم نفسي في شؤون رجال التجارة ولا في شؤون ولا في شؤون النساء. وإن كنت أذكر لهم جميعا يا سيدي، فأنا طبيب يعالج طبيبة. إن حصل خطر عظيم أنقذت حياتها بترميم أمتها. وما يمشي السادة الأفاضل ذوي الأحزاب الجلدية إلا على آثار الصناعات. فما السبب إذا في تغيبك اليوم عن حانوتي؟ لماذا تطوف بهؤلاء الرجال في الطرقات؟ حتى تمنع نعالهم فيزيد عملي وجدي. فإن شئت الجدل الأزل يا سيدي فإنما أعطينا أنفسنا اليوم إجازة حتى نشاهد قيصر ونسعد برؤية موكب مصر. قيصر! أية سعادة في ذلك؟ أي فتح ذاك الذي عاد به إلينا؟ أي ملوك وأمراء يدعون ركبه إلى روما وقتالوا له بالطاعة؟ أين أهلال الأسر التي تربطهم بعجلة عربته فتزيد من مجده؟ أما إنكم لأغبياء حقا، حجارة لا إحساس فيها أسوأ حالا من الجماد الخالي من المشاعر. من قلوبكم الفرطة خصمتكم يا رجال روما. إيه؟ أما كنتم تعرفون بومبي؟ كثيرة وعديدة تلك المرات التي كنتم تتسلقون فيها على الأسوار، ولا أصلح الحصول والقلاع والنوافذ، بل وإلى أعلى المداخل. تحملون أطفالكم بين أذرعكم وتقضون هناك اليوم بأكمله منتظرين في صبر حتى تشاهدوا بومبي العظيم وهو يمر في شوارع روما. حين كنتم تلمحون عربته قادمة من بعيد، أما كنتم تصيحون معا مهللين بومبي بومبي فيرتعد نهر الطيبر بين شطآنه. أما اليوم سترتدون أفضل ثيابها، تقررون أن اليوم يوم عطلة وتنثرون الأزهار في طريق ذلك الذي يأتيكم وقد انتصر على أبناء بومبي. صرفوا وارجعوا عدوا إلى دياركم، رجعوا سائلين الآلهة أن تجنبكم شر الطواعين التي يستحقها نكرانكم للجميل. صرفوا أيها المقتلون
انصرفوا وارجعوا عتوا الى دياركم. كفنوا عصبياتكم. اسمعوا كافة المساكين من طبقتكم. فخذوهم بطبقات الخير. خذوا على الرأس. سيرتفع الضغط المائي. سيبدو أعلى الشقاق. أيها الناس فلتسمعوا قيصر. شعب روما، أيها الشعب العظيم، نحتفل اليوم بانتصارنا على بومباي. عاش قيصر! عاش قيصر! عاش قيصر! ذلك الوغد الخائن الذي دنس تراب هذه الأرض ومرغ جراحكم في الذل والمهانة. دعونا نستقبل عصرا جديدا يقوم على اساس المساواه بين الجميع. عاشت روما حره! عاشت روما حره! عاشت روما حره! دعونا نعمل بجد لرفعه هذه البلاد ولكي تظل روما بلدا للعظماء. عاش قيصر! عاش قيصر! عاش قيصر! واما من سيخالف ارادتنا فسنعتبره خائن وسيبقى جزاءه امام الجميع. عاشت روما! عاشت روما! عاشت روما! عاشت روما! قيصر! من يتكلم؟ من يكون واحد من عامة الشعب يا مولانا يحصرك من منتصف مالك؟ أنت أيها الرجل اقترب من قيصر. لنتركه ونمضي في سبيلها. عاش قيصر! 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 عاش قيصر!
لماذا انصرفت عن الاحتفال؟ لاحظت بروتس في الآونة الأخيرة أنك تبدو قاسي تجاه صديقك الذي يعزك. أرجو ألا تسئ فهمي يا كشيس، فلقد بدأت تنتابني بعض أشياء لا تهم أحدا سواي، وأرجو ألا تفسر إهمالي أنني قد أغفلت إظهار مودتي لك. إذا قد أخطأت يا بروتس في تفسير مشاعرك، ولكن خبرني يا بروتس، هل بإمكانك أن ترى وجهك؟ لا يا كشيس، فالعين لا ترى نفسها إلى أن انعكست صورتها في مرآة. هذا حق، وإنه لمن المؤسف للغاية أن أجدك تفتقر إلى المرايا. لقد سمعت الناس ينون من رزحهم تحت وطأة طغيان العصر، يتمنون لو أن بروتس النبيل يرى ما يرون. ما تلك الأخطار التي تدعوني إليها يا كشيس؟ ما هذه البطرس؟ أخشى أن يكون الناس على وشك اختيار قيصر ملكا عليهم. أتخشى حدوث ذلك؟ إذا كنت تخشاه فأنت لا ترضاها؟ نعم أخشاه يا كيشيس، وإن كنت أكين للرجل مودة صادقة، ولكن لماذا تستبقيني معك كل هذا الوقت؟ ما الذي تسعى إلى الإيحاء إلي به؟ اسمع، لو أنه أمر يهم الصالح العاقل فلتثق في أني لو وضعت الشرف نصف عيني والموت نصف العين الأخرى لنظرت إليهما هادئا دون تفرقة بينهما. أعرف بشكل حسنا، إن الشرف هو موضوع. بروتس، أنا لا أعرف كيف تنظر أنت أو غيرك إلى هذه الحياة، أما عني شخصيا فإنني أفضل الموت على أن أعيش في فزع من آدمي لا يزيد حجمه عن حجمي. بروتس، لقد ولدت حرا مثل قيصر، كذلك أنت. أذكر مرة في يوم بارد عاصف كانت تلطم فيه أمواج نهر التيبر الشاقبة شطانة، وإذا بقيصر يقول لي: أتحداك يا كيشيس أن تلقي بنفسك معي في خضم هذا الفيضان الغاضب فنسبح حتى ذلك الموقع هناك. فما كان مني إلا أن ألقيت بنفسي للتو واللحظة، وأنا بملبسي الذي كان علي سائلا إياها أن يحذو حذوي، ولقد فعل. كان الطيار صاخبا وقد قاومناه بعضلاتنا القوية نشق طريقنا فيه ونتحداه في شجاعة المعارضين إياه، ولكن قبل أن نصل إلى الموقع المقترح وإذا بقيصر يصرخ: أغثني يا كاشيس، أغثني وإلا غرقت. هذا الرجل أصبح الآن إله، وكيسيس مخلوق حقيقي عليه أن يحمي قامته إذا ما حياه قيصر في استخفافه بإناعة بسيطة من رأسه. أيتها الآلهة، إني لا أعجب كيف أمكن لرجل ضعيف مثلي أن يرقى إلى هذه الدرجة العالية في عالمنا الرائع، وأن يستحوذ لنفسه على الثمرة. هتافات أخرى من الجموع. أحسب أن الداعي إلى هذه الهتافات وما يغدقونه على قيصر من آية التكريم. نبه يا رجل، إنه يقتل الآن في عالمنا الضيق في مشية كمشية العملاق الضخم، أما نحن التافهون فنسير في ظل ساقيه العظيمتين باحثين لأنفسنا عن مقابر ندفن فيها خزينا وعارنا. أي غذاء هذا الذي تغذى عليه قيصرنا حتى بدا على هذه الدرجة من الضخامة؟ قد وصم زماننا بالعار، وفقدت يا رم القدرة على إيجاب النبلاء.
متى كان ثمة عصر فيها من زمن الكفار العظيم إذا ضمن ضيوع عصير لأكثر من رجل واحد؟ ومتى كان الناس المتحدثين عنهم اليوم أن أصوارهم المتناهية تدعو تنفذ إلى رجل الفرد إنها لا تزال تحمل اسمها المجيد غير أن مساحتها لم تعد تكفي لغير رجل. استحلفك بحق صداقتنا لا تحاول تحريضي مرة أخرى. سأفكر فيما قلته لي، أما حتى ذلك الحين فلتذكر أيها الصديق النبيل أن بروتاس يفضل أن يكون فلاحا في قرية من القرى على أن يحسب من أهل روما في ظل الظروف الصعبة التي فرض زمننا علينا أن نعيش فيها. إنني سعيد إذ أرى كلماتي وهنا قد أوقدت في بروتاس هذه الشعلة. ترى ما الذي حدث؟ هذا من سيخبرنا. خبرنا بما حدث وأحسن قيصر إلى هذا الحدث. ألم تكن معه إذا؟ إذا كنت ولا معه كنت أسأل. عرض عليه تاج الملك 3 مرات ورده 3 مرات، فلأن رده في كل مرة كان أضعف من المرة السابقة، وكان كلما رده كان الطيبون المحيطون به يرفعون عقيرتهم بالهتاف. كاسكا، من الذي عرض التاج عليه؟ أنطونيو بطبيعة الحال. أحكم بالتفاصيل يا كاسكا العزيز. الشنق عندي أيسر من ذكر التفاصيل. كان الأمر تهريجا محضا ولم ألقي بالا إليه، فقد عرض عليه أنطونيو تاجا ولكنه لم يكن بتاج، وإنما كان إكليلا صغيرا، غير أنه رده كما سبق أن ذكرت. ثم عرضه عليه أنطونيو مرة ثانية فرده مرة ثانية، غير أنه في ظني كان آسفا أشد الأسف، إذ يطالب في كل مرة برفع أصابعه عنه. ثم عرضه عليه أنطونيو مرة ثالثة فرده مرة ثالثة، ولما رده هتفت الغوغاء وصفقت بأيديها الخشنة: عاش قيصر، عاش قيصر، لمجرد أن قيصر قد رفض التاج. ثم بعد ذلك وفي وسط الجموع إذا بقيصرنا العظيم غشي على قيصر. غشي عليه وسقط في ساحة السوق، وخرج الزبد من فمه وفقد القدرة على النطق. هذا جائز، فهو مصاب بالصرع. ليس القيصر المصاب بالصرع، بل هو أنت وأنا وكاسكا الأمين المصابون بالغشية. أنا لم أفهم شيئا على الإطلاق. ماذا قال حين أفاق؟ حين أفاق. حين أفاق، نعم. كاسكا، حين أفاق طلب من حضرات المحترمين أن يغفروا له إن كان قد أساء القول أو الفعل، وأن ينسبوا هذه الإساءة إلى مرضه. وقد لمحت بجانبي 3 أو 4 فتيات يبكين ويسقطن، وأسفاه أيها المسكين وغفرنا له بصدقه. ثم انصرف عنهم حزينا كاسف البلد. نعم. نعم. هذا أكون كاذبا لو أني نقلت إليكما نقيض فلم أسمع جيدا، ولكن وسع أن أخبركما المزيد. ولقد طرد مارلوس وأفلافيوس بمنصبيهما لنزعيم الأوشحة عن تماثيل. والآن أترككما، كان وسع أن أخبركما بصفات أخرى حدثت لولا أني قد نسيتها. تعشى معي ليلة يا كاسكا. لا، فلدي ارتباط آخر. تعشى معي غدا نفسك. حسنا، شريطة أن أعيش أنا إلى الغد، وأن يكون طعامك أهلا بك. سأنتظرك. انتظرك. وأنا أيضا إذا كنت تريد الحديث معي فتعال، سأكون في انتظارك. سأفعل ذلك. الحين فكر في انتظارك. بروتاس، أرجوك
النبيلة ألا تخالف إلا من هم على شكلتها. فمن ذا الذي هو بالشجاعة حيث لا يمكن ويفكر أكثر مما ينبغي يا أخوي. الناس من الثاني يقتلون. لا يا قيصر، هو ليس خطرا إلى هذا الحد، إنما هو الغني الذي إن قيصر يكرهني بينما هو يحب بروتس. فلو أنني كنت مكان بروتس وكان بروتس مكاني لما تمثل. أبدا يا أنطونيو لو كان أسمع أبدا، غير أني لا أخشاه حتى لو كان بالإمكان أن أستشعر الخوف، كما كان ثمة من هو من واجبي أن أتجنبه للتو. غير هذا النحيل كيشس إنه كثير القراءة، يلاحظ كل ما يدور، عظيم الفراسة في إدراكه للبواعث وراء تصرفات الناس. إنه لا يحب المسرح حبك إياه يا أنطونيو، ولا يستمع للموسيقى، ونادرا ما يبتسم، فإن ابتسم فكأنما يسخر من نفسه محتقرا إياها، إذ يدفعه أمر من الأمور إلى الابتسام. لقد كتبت ليلى أوراق مخطوط متباينة وسجلتها وكأنما هي رسالة من عدة مواطنين أتحدث فيها عن التوقير البالغ الذي تقنه روما لاسم بروتس وتغني. الناس من أمثاله لا يمكن أن يستشعروا الله وهم يرون رجلا أعظم منه. إنني إنما أحدثك عما يخشاه الناس يا أنطونيو، لا عما أخشاه أنا، فأنا دائما قيصر. ويستيقظ القيصر بعد ذلك الأمان. تكون مصلحة أهل الدنيا قد أغضبت الآلهة ودفعتها لإحداث هذا الدمار فينا. زماننا غريب، يمكن أن يشهد أحداثا غريبة بغض النظر عن المعنى الحقيقي. ولكن ترى هل سيأتي قيصر إلى الكابيتول غدا
لا أحد يعرف. كاسكا. أية ليلة هذه يا كيشس؟ ليلة يسعد بها الرجال الشرفاء. الرجال الشرفاء؟ غير انك ان نقبت عن سبب حقيقي لكل هذه النيران ولهذه الاشباح الهائمه ولنبوءات الاطفال والشيوخ والبلهاء ولانحراف الاشياء عن مسارها حتى تتغير طبائعها الى كل ما هو شاذ بشع. فستجد يا السماء قد بذت هذه الروح لتكون أداة لإثارة الخوف ولتحذير القوم من حدث رهيب هو لا محالة واقع. وانت يا كاسكا تلقى برجل شديد الشبه بهذه الليلة، رجل ليس أقوى منك أو مني حين يتصرف تصرف الإنسان الطبيعي. ولكنه الطبيعي أمامك قوته العلوة غريبا مخيفا يندب طبائع الأمور كما كنت يكن أن يمرأ شيء. الرومان اليوم نفس العضلات والأعضاء التي كانت لأسلافهم، غير أنهم وأسفاء فقدوا عزائم آبائهم وباتت صفات أمهاتنا حكيمة فينا. هذا حق. قد عرفت أن مجلس الشيوخ ينوي أن ينصب قيصر غدا ملكا علينا. كذلك أنا، ذلك كل عبد من العبيد يده يأمن بعبوديته. المسكين أنا أعرف أنه ما كان ليصبح ذئبا إلا لأنه قد رأى الرومان قد أصلوا لعهد ولا أسدا إلا لأن الرومان إزلالا كمانا. فلا أدفع ثمنا أو ألقى جزاء. كفاك إذا، لما تتحدث إلى كاسكا وليس بشخص متقلبا الذي يشرب أصدقائه. هكا يدي واعلم
لكن كبطل مؤامرة للقضاء على كل ما نعانيه من مظالم سأشارك فيها مشاركة أشد المتعاطفين معنا. اتفقنا إذا على ماذا؟ كشف سنة، لقد بحثت عنك يا كشف في كل مكان. لقد انضم كاسكا إلينا في من توينا تنفيذه. حقا، كما أنا سعيد بانضمامك إلينا يا كاسكا. ولكن خبرني يا سنة، هل ينتظروني القوم؟ نعم في انتظارك. نعم. يا كشف، لو تمكنت من أن تضم بروتس إلى جماعتنا. كن مطمئنا. اسمع، هذه الورقة ضعها على كرسي القاضي بحيث لا يراها بروتس، وهذه الورقة الزقها على كل الجدران بحيث يراها كل الرومانيين. أما هذه الورقة فيها من تفريد الجبال بروتس نفسه. اسمع يا سيدي، هيا. والآن تعال معي يا كاسكا، فما زال أمامنا من الوقت حتى مطلع الفجر، حتى نزور الرجل في ذلك. هل قال بروتس؟ بروتس 3/4 روحي في أيدينا، سيكون الرجل كله في حوزتنا عند لقاء القمر. إن لم يكن ما على الوجوه من دلالات البؤس وما تشعر به نفوسنا من معاناة وما يسود زمننا من شرور كافية للتحرك، فلينفض جمعنا على الفور وليذهب كل منا إلى فراشه الوثير حتى يرتع الطغيان في حرية كاملة. إننا لسنا في حاجة إلى حافز على التحرك غير العزم الذي يدفعنا دفعا إلى إيجاد الحل. لنطالب الجبناء وخبثاء الطوية بأداء اليمين. هي راهنة شمطاء وأنفس ذليلة ترضى المذلة، أو ليطالب به من تخشى خيانته لقضية فاسدة. أما عن قضيتنا فلا تلوث عدالتها أو بسالة أرواحنا،
فإن لم يوفي واحد منكم بشرط واحد من الوعد الذي قطعه على نفسه سيكون هذا دليل على أنه خائن يستحق القتل. حسنا، ولكن ماذا عن مجلس الشيوخ في ظني أنه سيكون دعامة قوية لنا؟ لا ينبغي أن نغفله. بكل تأكيد لا. لا يجب أن يعلموا أي شيء. فلنغفله إذا من حساباتنا. فهم لن يفيدونا في شيء. ألم نقتل غير قيصر؟ أحسنت يا ديشيس، أحسنت بإثارتك لهذا الموضوع. فمن رأيي أنه ليس من المصلحة أن نطلب هو الصديق الأثير عنده، وإلا صادفناه خصما ماكرا واسع الحيلة. فلو أنه استخدم وسائله زادت من قوته وامتد خطره إلينا وأصابنا منه الشر. فمن رأيي هو أن نحول بينه وبين قيصر، بأن نقتل أنطونيو وقيصر في نفس اللحظة. ستبدو مؤامرتنا دموية أكثر مما ينبغي يا كيشيس. لو أننا بعد قطعنا للرأس نهلنا على الأعضاء تمسيقا سيكون الحسد هو دافعنا إلى قتل أنطونيو، والغضب هو دافعنا إلى قتل قيصر، وما أنطونيو غير عضو من أعضاء جسد قيصر. لنكن مضحين لا جزارين يا كاسكا، لنكن مضحين لا جزارين يا كيشيس. لو أننا استطعنا أن نقتل روح قيصر دون أن نقتل قيصر نفسه، غير أن قيصر يستحق أن يدفع دمه ثمنا لمطامعه. أما عن ماركوس أنطونيوس فلا تفكروا فيه، فما بوسعه أن يفعل شيئا أكثر مما ستفعله ذراع قيصر بعد الإطاحة برأسه. نعم، ومع ذلك فإنني أتوجس منه خيفة، ذلك بأن الحب الذي يجده أنطونيو كيشيس! أرجوك يا كيشيس لا تفكر فيه، كما من مقدوري أن يؤذي أحدا غير نفسي. لا خوف منه إذا فلنتركه حي. حسن، ومع ذلك فإن هناك فيما شك فيه إذا كان قيصر سيخرج من خارج اليوم، فقد جد اليوم ركن الخرافات، وربما أقنعته النذر والبشاعة غير المعتادة بأن لا يبرح داره اليوم. ليطمئن بالك، يطمئن بالك. فلو أن قيصر قرر ذلك فسأقنعه بالعدول عن قراره. إمكانية استخدام الشجر لصيد وحيد الطير والمرايا لصيد الزبدة، والأفراق المغطاة والشجر لصيد الأثياب، والشباك لصيد الحصول. حيث الإجراء والتملك، ولكني حين أقول له إنك تكره المداحين والمراقبين كرها يا قيصر، بل يسعده جدا هذا المديح مني. اتركوه لي، وسعي أن ألعب بمشاعره وسأجعله يأتي إلى الكابيتول ليطمئن بالكم.
صرخت كاليفورنيا 3 مرات أثناء نومها. خوف، إنهم يقتلون قيصر. بروتس سيدي. وش كاليفورنيا؟ ما وراء؟ وفيما استيقاظك الآن؟ إنك تعرضين نفسك لبرد الصباح وأنت في حالتك هذه من الضعف. وكذا أنت تكتيك قاسين كنت تكلمت من فراشي ولم تعرف كل أسناء والعشاء ذلك هم الخدع من العبث. أصررت على ألا تبين وشوحت بيدك في غضب تشير إلي أن أتركك وقد تركتك. قد تركتك خشية أن أزيل من سخطك الذي بدا لي أشد مما ينبغي. آمرة مع ذلك أن يكون الأمر مجرد حالة عرضية من الحالات التي تلمع أحيانا بكل إنسان. إنها لا تدعك تأكل أو تتكلم أو تنام، ولو أنها أثرت في ملامحك تأثيرها في شخصيتك لما عرفت. بروتس سيدي العزيز، أحطني علما بسبب اكتئابك. ما الذي تعنيه يا قيصر؟ أتفكر في الخروج؟ لن تخرج من باب دارك اليوم. بل سيخرج قيصر، فالأشياء التي تتهددني لم يحدث أبدا أن تطلعت إلا إلى ظهري، أما إن تطلعت إلى وجهي فستخفي نفسها منه. قيصر، إنني ما ألقيت بالا قط إلى نظر الشؤم، غير أنها الآن تخيفني، بالإضافة إلى ما سمعناه وشاهدناه. ثمة شخص بالدار يرمي أمورا رهيبة مرعبة، قبور انشقت لتلفظ جثث الموتى، وقد ترددوا في السماء صخب المعركة وصهيل الخيل وهشقت رجال يحتضنون. إنها أمور لا يكاد يصدقها العقل يا قيصر. إني حقا لفي رعب منها. ثمة مفر من قضاء الآلهة العظام متى أرادت لأمر أن يقع. سيخرج قيصر رغم كل ما ذكرته، فهي نظر تخص العالم بأسره، لا قيصر وحده. عند موت الحثالة لا تتساقط الشهب، غير أن السماوات نفسها تشتعل لتنذر بموت الملوك. الجبناء وحدهم يموتون مرارا قبل موتهم، أما الشجعان فلا يذوقون طعم الموت إلا مرة واحدة. وما هناك في ظني ما هو أعجب وأغرب من أن يخاف الناس الموت، فهي النهاية المحتومة ولا بد آتية. هل بروتس مريض فيتسلل من فراشها الدافئ ليعرض نفسه لآفات الليل القارس والهواء الذي لا تطهره الشمس؟ لا يا عزيزي بروتس، كنت أسف في نفسك الموت ومن حقك كالموت أن أعرف. سألت على رمتين مستقبل الإيام يا بني الذي كنت به يوما ما كل ما قطعت على نفسي من عود الحب أن تخبر نفسك، أن تخبر نفسك بسر الاكتئاب وما هو الذي الذين قالوا هذه الليل. العرافون يقولون لا تبرح دارك اليوم وإلا سيكون هناك خطر على حياتك. لن يختار قيصر هذا، فالخطر يعلم جيدا أن قيصر أخطر منه، وسيخرج قيصر اليوم. أسفي عليك يا سيدي، قد ورت ثقتك بنفسك حكمتك. أرجوك ألا تخرج اليوم. قل إن خوفي لا خوفك هو الذي يمنعك من الخروج، وها أنا أرقع أمامك حتى تأخذ برأيي هذه المرة. ومن أجلك أنت سألزم الدار. لا تركعي. ما كنت لأرحل وأملك بروتس الرقيق. خبرني يا بروتس، أطبيعي أن لا أحاط علما بأسرارك؟ هل أنا أنت؟ ولكن في حدود معينة وباستثناءات معينة. كل المطلوب مني أن أجلسك أثناء تناول الوجبات وأن أشاركك فراشك وأن أحدثك أحيانا. هل
مكاني هو في هامش حياتك وسعادتك. إن كان الأمر لا يعدو هذا لكانت بورشا أحضية بروتس لا زوجتي. بل زوجتك حبيبة الكريم. لو كنت صادقا أقل أخبرتني هذا الشيء. خبرني يا بروتس، خبرني ما أنت به ولك أبوح به. علمني كثير بهذه النقطة. وهاقبت ديشيس. ينعم قيصر بصباح سعيد. أحبك يا ديشيس. وأنا أحبك يا مولاي. حضرت لاصطحابك إلى مجلس الشيوخ. وكان حضورك في اللحظة المناسبة يا ديشيس. أبلغ شيوخ المجلس بأنني لن أحضر اليوم. قولت أنني لا أستطيع الحضور محض الكذب، وقولت أنني لا أجرؤ على الحضور كذبة أكبر. أبلغهم يا ديشيس بأنني لن أحضر. قل إنه مريض. ويكذب قيصر. فراني قد غزوت وحاربت بلادا مترابية الأطراف، ثم صرت أخشى أن أكون الحق لشيوخ المسلمين. ديشيس أبلغ شيوخ المجلس بأنني لن أحضر. يا قيصر العظيم، اذكر لي سببا حتى لا يضحكوا مني إن أنا نقلت إليهم ذلك. السبب هو مشيئتي، لن أحضر. وفي هذا ما يكفي للإجابة على شيوخ المجلس. معك أنت يا ديشيس مولاي، ولأني أحبك وسأخبرك. يكفي الإخوة، أريدني أن رأسي من الناس كان لي يقضي الزمن مقصود أنه مقولة ويتردد عليه الكثيرون من الناس. وهي ترى في ذلك نذيرا بشرور قد تحل بها. لذا تتوصلت الى ربها. لا يا قيصر، لا، لقد أسيء تأويل هذه الرؤية. إنها رؤية جميلة تبشر بالخير. أما عن تمثالك العظيم والدم الثمين المنبثق من صناديره العديدة واغتسال الكثيرين من الرومان المبتسمين فيه، هذا يعني أن روما العظيمة سوف ترضع منك دما يجدد لها شبابها، وأن رجال العظماء سيتدافعون للحصول على أثر أو تذكار عليه مسحة من هذا الدم السمين. هذا هو معنى الرؤية التي رأتها كاليبورنيا. قد أحسنت أنت تأويلها يا ديشيس. نعم يا قيصر، وستدرك هذا حين تسمع ما بوسعي أن أقول، وسأقوله الآن لك. تكلم يا ديشيس. قد قرر مجلس الشيوخ أن يتوج قيصر العظيم اليوم ملكا، فإن أنت أرسلت إليهم بمن يقول أنك لن تحضر قد يغيرون رأيهم، وقد يسخر منك البعض فيقول لنؤجل تلك المجلس إلى موعد آخر، وإلى ترى زوجة قيصر أماما أفضل. ديشيس، فإن أخفى قيصر نفسه فنسوا بينهم، لأن قيصر قائد ديشيس. صفحا يا قيصر، صفحا. حبي العميق لك وتطلعي إلى أن أرى النجاح يكلل مساعيك هما ما دفعاني إلى أن أقول ما قلته، رغم أنه قد لا يكون من الحكمة صراحة كبيرة.
تبدو مخاوفك الآن سذاجة يا كاليفورنيا. خجل من تجاوبي معها. ناوليني عباءتي. أين ذهب؟ ميتيليوس سيمبر على استعداد أن يلقي أمام مقاته بقلبه السليم. وعلي أنا أصدق عن قصدك يا سيمبر. فكل هذا الركوع والانحناءات والسكوت قد يملأ نفوس الرجال العاديين بالتيه والجبن ويجعلهم يغيرون من قرارهم ومن مجرى العدالة الصارم، بل ويحيل القانون إلى مجرد قاعدة في لعبة للأطفال يمكن خرقها في أي لحظة. لا تكن سفيها فتحسب أن قيصر هو من التقلب بحيث يمكن إثناؤه عن قصده العادل، كما يثنى البلهاء عن مقاصدهم بالتزلف الوضيع كتزلف الكلاب والركوع والانحناءات والسجود. لقد نفي أخوك بمرسوم، فإن أنت تضرعت وتزلفت من أجله سأنحيك عن طريقي بركلة من قدمي كما نفعل مع الكلاب. واعلم أن قيصر لا يظلم أحدا ولا يغير قرارا له دون سبب وجيه. أما هنا من صوت ذي شأن أعلى من صوتي فينقض الحكم بنفي أخي. أنا ذا أقبل يدك يا قيصر، لا عن منقنا وإنما عن رغبة في أن تنقض من فورك الحكم فتطلق سراح بوبيليوس سيمبر. بروتس سامحها يا قيصر. وها هو كيشيوس يخر ساجدا تحت قدميك متوسلا فأن تعيد إلى بوبيليوس سيمبر حريته. كنت مثلكم لأمكن إقناعي، ولكني ثابت لا أتزعزع. إن بلادنا مليئة بالرجال، ولكنني لا أعرف فيها سوى رجل واحد فقط. ذلك الرجل هو أنا، وسأثبت ذلك. وأبقى ثابتا بإسقاط. يا قيصر العظيم اسكت. يا قيصر العظيم ألم يسرع بروتس قبلك دون جدوى؟ تتكلم يا ابني إذن نيابة عني. فليمت كويس. أذيعوا الخبر وانشروه في الشوارع والميادين، وليذهب بعضكم إلى منابر الشعب وليهتف الحرية وحق التصويت للكافة. لا تهربوا ولا تفزعوا وابقوا في أماكنكم، فقد لقي الطاغية جزاءه. امضي يا بمبر يا بروتس. وكذلك كيشيوس. الموقف ثابتين معا.
خشية أن يعتزل بعض أصدقاء قيصر أن يهموا بتحريض الشام. لا تحدثني عن الوقوف ثباتا للدفاع عن أنفسنا، فلن نلحق الأذى بأي روماني. أخبروا الناس بهذا. هيا. السلام. الحرية. الحرية. قيصر. وأسفاه يا قيصر، كذا على الأرض ترى. خلصت كل فتوحاتك وانتصاراتك وأمجادك، وداعا يا قيصر. لا أعرف ما تنتهون أيها السادة، ولا إذا كان هناك آخرون جديرون بالموت لأن حجمهم قد جاوز الحد، ولكن إن كنت أحدهم فما من ساعة تناسبني بقدر ما تناسبني ساعة موت قيصر، وما من سلاح جدير بقتلي سأسيافكم التي سلها دم قيصر. لذا إن كنتم تكرهونني فإني أتوسل إليكم أن تنالوا غرضكم مني الآن، وأيديكم المدرجة بدمائه لا تزال ساخنة يتصاعد منها البخار. وأني أشكو الفعال، لما عرفت لحظة أنا فيها على استعداد لأن أموت، من أن أموت الآن وهنا بجوار قيصر بأيديكم يقينة رجال هذا العصر وسادته. أنطونيو، لا تطالبني بقتلك. ونبدو لك الآن إنك لا ترى من بين أيدينا وتلك الفعلة التي فعلتها، ولكنك لا ترى قلوبنا المفعمة بالشفقة، تلك الشفقة على روما التي أودت بحياة قيصر وجعلته إلى الكفاءة. وقلوبنا تستحقنا بكل الود الأخوي، وليكن صوتك فعالية أي من الآخرين في شؤون الترقية والتكريم والتعيين. لا شك في حكمتك يراودني يا بروتس. لو كان لي أعينا بعدد ما فيك من جراح لكان الأنسب لها أن تذرف دموعا في سرعة تدفق الدم من جراح على أن أصادق أعدائك. صفحا يا قيصر. أنطونيو يا سيدي، هل نعتبرك في إعداد أصدقائنا أم نسير فلا نهتم لأمرك؟ لي صديق يا كيشيس، صديق لكم أجمعين وأحبكم أجمعين،
على امل ان تشرحوا لي فيما بعد سر خطوره قيصر. انني اطلب الاذن منكم ان احمل جثه قيصر الى ساحه السوق وان اخطب من فوق المنبر في جنازته كما يليق بالصديق. لك هذا أقول. بروتس لا تجعله نخطب في جنازته. عفوا رأيي هو الصواب. سأقول الناس حدث بإذننا ورضانا. أنا لا أدري ما سوى يحدث غير أنني خير راض عن ذلك. أنطونيو لتصحب جثة قيصر. لن تتعرض لنا باللوم في خطبتك، غير أنه يمكنك أن تمتدح قيصر كيفما شئت. قل إنما تتحدث بإذننا ورضانا. فليكن، أنا لا أريد أكثر من هذا. حسنا، لتجهز الجثة إذن. واتبعنا. تراني رقيقا متهاونا مع هؤلاء السفاحين. لها أشلاء أنت رجل عاش على مر العصور. ويل لليد التي أراقت هذا الدم الثمين. سأدلي الآن بنبوة وأنا أتأمل جراحة الشبيهة بأفواه البكماء. ستحل اللعنة على رؤوس الناس. ستغرق البلاد كلها في خضم الصراع الوحشي بين سكانها وفي لجة حرب أهلية ضروس. سيصبح منظر الدماء والدمار منظرا عاديا، والمشاهد البشعة أمرا مألوفا. سيموت الإحساس بالشفقة إذ يألف الناس القسوة. ستخرج روح قيصر هائمة في الأرجاء وإلى جوارها آلهة الشر، وسيهتف قيصر بصوت كصوت الملوك. الفوضى، الخراب، الدمار. أنت خالد الطفل، أليس كذلك؟ نعم سيدي أنصر. قد أرسل إليه قيصر الله. قد ترى وهو كان في الطريق وهذا الطرق. ولا هذا ليس عد إلى أوتافيوس، أخبره بما حدث. أخبره أن روما في حداد ومفعمة بالمخاطر ولا سبيل إلى عودته آمنا إليها. هيا حرك. تحرك.
أجل القضية التي أتبناها. عاش يا بروتوس! عاش يا بروتوس! عاش يا بروتوس! أيها الرومان الأحرار، اسمعوني جيدا. فلنبني له تمثالا بين التماثيل يا أجدادي، وليكن هو قيصرنا الجديد. أيها الأصدقاء، أيها الرومان بني وطني، أعينوني أسماعكم. لابد من إقناعنا بالأسباب، فاقنعونا أيضا. ماذا حدث؟ الزموا الصمت. يا رومان بني وطني، اسمعوني من أجل القضية التي أتبناها، والزموا الصمت حتى تتمكنوا من سماعي. أحسنوا الظن بشرفي، حتى تصدقوا ما أقول، وصدقوا ما أقول حتى لا تسيئوا إلى شرفي، لتصدر حكمتكم حكمها بصدق، ولتشحذوا أذهانكم حتى لا يجانب حكمكم الصواب. إن كان بينكم صديق حميم لقيصر، فإني أقول له أن حب بروتوس لقيصر ليس بدون حبه له. فإن تساءل هذا الصديق عن سبب ثورة بروتوس على قيصر، فإني أقول له أن حب بروتوس لقيصر كان حبه أقل من حبه لروما. يظن أن أخبارهم فيها الكثير من الحق. أفكنتم تفضلون أن يعيش قيصر وتعيشون جميعا عبيدا له، على أن يموت قيصر وتعيشون جميعا حجارا حارا؟ لو تأملنا الأمر جيدا يتبين لنا أنهم قد ظلموا قيصر. إنما أتيت لأدفن قيصر لا لأمدحه. أما ما يرتكبه الناس من شر إبان حياتهم يبقى بعدهم. أما الخير فكثيرا ما يذهب في القبر معه. ليكن هذا شأن قيصر. هكذا الأمر يا إخوان، إن يخشى أن يقول له مكانه من هو أسوأ منه. بمقدار حب قيصر إياي أبكيه وأندبه، بمقدار نجاحاته أفرح له، بمقدار بسالته أوقره وأحييه، غير أن بمقدار طموحه أثور عليه لأطيح به الخطوط. مهبة دموعه لمحبته، وتبخير لبسالته، وموت لخنوقه. هل لكم هنا ومن ضاع حيث يقف؟ إن كان بينكم مثل هذا الرجل فليتكلم، ولقد أساءت إليه. إن بروتوس يقول إن قيصر كان طماعا، ومن المؤكد أن بروتوس رجل نبي. أنا لست هنا للحديث عما قاله بروتوس، ولكنني هنا للحديث عما أعرفه، وما أعرفه هو أنكم أحببتموه جميعا يوما ما، وما كان حبكم يرتقي إلى المبررات. استقرتم عقولا ولا استقرتم على التمييز. عليك دم الصلاة من أثر الخطايا على قيصر، ليس في روما من يؤثر من أنطونيو. أن يكن هو قيصرنا الجديد، أن يكن هو قيصرنا الجديد. عاش يا أنطونيو، عاش يا أنطونيو، عاش يا أنطونيو. من منكم هو من الدناءة بحيث يكره أن يكون رومانيا؟ إن كان بينكم مثل هذا الشخص فليتكلم، فلقد أسأت إليه حقا. لا أحد يا بروتوس، لا أحد يا بروتوس، لا أحد يا بروتوس. بالأمس فقط كان بوسع كلمة واحدة من قيصر أن تخطر في وجه العالم بأسره. ها هو الآن يقول، وما من رجل منكم مهما بلغ فقره مضطر إلى أن يحمل نفسه إليه. الرأي هنا وصية عليها ختم قيصر وقد وجدتها في مكتبه. هي وصية لو أنكم عرفتم مضمونها لعرفتم مقدار الحب الذي كان قيصر يكنه لكم. لقد أوصى قيصر إلى كل مواطن روماني ب750 درهما، وترك لكم خلاف ذلك كافة حدائقه ودياره التي على ضفة نهر التيبة.
تركها لكم ولورثتكم من بعدكم. هكذا كان قيصر، فمتى يجود الزمان بمثله؟ اللهم الخير يقولون لم يكن خلق الله القدر الخونة الساحر القيصر الساحر القيصر الساحر القيصر. أمركم هنا هو من الجهالة بحيث لا يحب وطنه. إن كان بينكم مثل هذا الرجل فليتكلم. لقد أسأل إليه لم أرسل إلى أحد إذن، وما ستفعلونه ببروتوس أكثر مما فعلته بنفسي. أما عن أسباب قتله فهي مسجلة بالكابيتول دون غمط لمجده الذي كان جديرا به، ودون مبالغة في ذكر خطاياه التي استحق الموت من أجلها. وقبل أن أترككم أقول أنني وقد قتلت أعز صديق لي من أجل خير روما. أحتفظ بنفس الخنجر لقتل ذاتي متى تأوغني الخير في موتي. عاش الروس، 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 عاش الروس. لو كان بأعينكم دم، لو كان بأعينكم دم فلنستعدوا لتنفيذ جميعا. جميعكم يعرف هذه العباءة. انظروا هنا اخترق العباءة خنجر كيشيس. انظروا المسخ الذي أحدثه هنا كسك الحقود. أما هنا أثر طعنة بروتوس. بروتوس الأسير لدى قيصر، وإذ انتزع بروتوس سيفه اللعين بعد طعنه لقيصر فتبعه دم قيصر كما ترون وتألمه. وأراد أن يتأكد مما إذا كان هو بروتوس حقا صاحب هذه الثأرة القاسية. فبروتوس كما تعلمون كان حبيب قيصر، والآن تشهد على مدى إعزاز قيصر إياه. كانت طعنته هذه هي أقصى الطعنات عليه. وعند قاعدة تمثال الولاية التي كانت طينة وقت تفيض بالجبال سقط قيصر العظيم. وقتها كانت سقطتي وسقطتنا جميعا، وتولت زمام أمورنا أيدي الخونة المدرجة بدمائه. أراكم تبكون الآن وتستشعرون الشر، وإنها لدموع كئيبة تلك التي تذبحونها، ولكنكم تبكون ولم تشاهدوا غير أثر الطعنات في عباءة قيصر، ولم تشاهدوا القيصر وقد مزقته أيدي الخونة. يا للبشاعة، يا له من منظر المفزع. واحد من الخوات الأولاد، يا له من منظر الدموي. سنصل لأنفسهم الساعة تحركوا، الحقوا، أحرقوا، أسعدوا. لا تطلقوا واحد من الخير. سلام أسمائهم علامة. ولكن على شرط أن يعدل ابن أختك وبيلكس
كلمة أمام اسمه. تثلث علينا أن نقوم بإحضار الوصية إلى هنا ونقرر كيف نخصص من سلطاتنا باستخدامنا بعض أموالنا. لا تقرأ في هذا الشأن قد أبلغت للمسؤول إحضارها. إنه رجل تافه كثير الشأن كبير بأداء المهمة الساعة. أو من الصواب أو تفلس. وبعد أن قسمنا العالم إلى 3 أقسام أن نقبل بليبيدوس هذا واحدا من حكامه 3. لم يكن ذلك رأيك، ومع ذلك فقد قبلت أن يكون له صوت في تحديد أسماء المطلوب إعدامهم واتخاذنا قرارنا الجهل بالإدانة وتوقيع الجزاء. تافيوس، قد شاهدت من الأيام أكثر مما شاهدت أنا، رغم أنني أرى أننا نضفي على هذا الرجل الكثير من آيات التكريم حتى نعفي أنفسنا من أوزار قد لا تجلب علينا غير لوم أعدائنا الحاقدين. أنت حر فيما تصنع، غير أنه جندي مجرب بس. كذا حصان يا أبتغي، ولمسألته أخصص له قدرا كبيرا من الطعام. الواقع ليبيدوس هذا في حاجة إلى مزيد من التعليم، التدريب، أن يؤمر بالانطلاق. إنه إنسان لا أفكار عنده، لا تحدثني عنه إلا باعتباره أداة. روماس وكاسيوس يحشدان الجيوش. علينا أن نتقدم لتروينا صوبهما. علينا أن نجمع شتات جيوشنا وأن نضمن مساندة خيرة وأصدقائنا. نفعل ذلك فإن أعداءنا كثيرون، وكثيرا ممن يبتسمون في وجوهنا يكنون لنا الشر وما لا يحسن. تذكر منتصف مارس. ألم يرق دم قيصر العظيم من أجل تحقيق العدالة؟ أفبعد قتلنا لأكبر رجل في العالم لحمايته اللصوص يأتي واحد منا فنلوث أصابعنا بتناول الرشاوى الوضيعة ونبيع المناصب الكبيرة لغير المستحقين مقابل الذهب؟ لا تتطيرك يا بلوكس، أنني لن أحترم مثل هذا القوم. بل تغضب حتى ينفطر قلبك المقدس وتطلق لعبيدك مدى غضبك حتى تبتعد فرائسهم. لا تعتقد ان الساعه مقامتك خوف من غضبك وثورتك، لا وحق الالهه، بل ستتجرع انت سموم حياتك ولو كان فيها موتك. بروتس، لا تعتمد على صداقتي لك اكثر مما ينبغي، فقد افعل ما اندم عليه فيما بعد. لقد فعلت ما ينبغي ان تندم عليه. ارسلت اليك في طلب الذهب لادفع مرتبات جنودي فابيت ان تاتي به. افكنت انا فاعلا هذا بكيشيس؟ افكان هذا مالوفا من كيشيس؟ لو ان ماركوس بروتس غدا شرها الى المال الى هذه الدرجه وحجب امواله القدر على اصدقائه فتمسقيه ايتها الالهه ارهبا بصواعقه. بروتس يضخم من عيوبي اكثر مما ينبغي. لا اضخمها الا متى استخدمتها ضدي. حسنا،
إهاناتك على محمل الجد. ما الذي يحدث؟ عار عليكما أيها القائدان، تفاهموا وعود صديقين كما ينبغي لمثليكما أن يفعلوا. أنا في قلب بروتس من لا يكفي الاحتمال حين تجعلني كرة الغضب أنسى نفسي كأسيء السلوك. فيها كيشس بتاع الحب. هي من القائدات. أهلا بك يا كيشس. قد وصلتني مؤخرا معلومات بأن أكتفي وأقتله مجهزا جيشا لمهاجمته. وصلتني أنا أيضا رسائل بهذا المعنى. أفيها جديد. قد عدم أوتافيوس أنطونيو جاء من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للحكم الوارد في القائمة. وصلتنا رسائل من زوجتك يا مولاي. لا يا كيشس. لم يكن الرسائل كلها. أتذكر رسائلك شيئا عنها؟ لا يا مولاي. أحق شرفك الروماني الزخم القوي. إذا بحق شرفك الروماني احتمل أنت المطلوب. إنه من المؤكد أنها قد ماتت. سلكت قلوبنا مسلك السادة الشرفاء حين ارتكبنا تلك الفعلة. قد عشنا حتى نرى بلادنا وقد تمزقت على أيدي أبنائها.
قوته منا نيته أن يتحدثنا هنا في السجن ويضطرنا إلى هجومه قبل أن نضطر نحن إلى الهجوم. لا تقلق، أنا أعلم ما يدور بعقلهم وأعلم سر تخطوهم هذا. لقد كان يسعدهم لو أنهم في غير ذات المكان، غير أنهم الآن يهبطون إلينا مظهرين البسالة ومبطلين الخوف ظنين منا أننا سوف ننخدع بمظهرهم هذا، وهو ما لن يحدث أبدا. يريدون الحديث معنا. طالب أن نعطي إشارة بدء القتال. لا يا قيصر، إنما نقاتلهم حين يشبعون بالحقوق، ولكن إذا تقدم فالقادة يريدون الحديث. لا تتحركوا حتى نعطي الإشارة. تبادل الكلمات قبل تبادل الضربات. أهذا ما تريدونه يا بني وطني؟ لا أنا بفضل الكلام مثلك. الكلمات الجيدة خير من الضربات السيئة يا اكتفش. عهدي بك يا بروتس هو تفوقك بكلمات جيدة وقت تسديدك لضربات سيئة، وهو ما تشهد به الضربة التي سددتها إلى قلب قيصر صائحا مرحى قيصر. عاش قيصر. تكسرت وصالكم في دوس قيصر. أبديتم له أيامكم وراء ابتسامتكم شهد القرد من مختومين شهد الكلاب. أحميتم رؤوسكم أمامه شهد العبيد. من الوقت الذي كان كسر العين والعلم من وراء ظهره ويقعد كانكم من المنافقين. منافقون؟ كل هذا بفضلك يا بروتس. فما كان هذا اللسان العين ليدين اليوم لو انك اخذت بنصيحه كيشيس. هلا بدالا، هيا الى الحرب. أنا أعرف ولن يتصرف منا بجراء الجدل، فإن الدم هو الذي سيتصرف منا بجراء حسمه. انظروني، هذا أجرد سيفي ضد المتآمرين. ومتى تحسبون أنه سوف يعود بنا؟ يعود بنا. أنا أرى لك قيصر صغير ليس أهلا لهذا الشرف. تحالف مع ناهي. لا يزال كيشياس على اثار في عهدنا به. لا نقذف بتحدينا في وجوهكم أيها الخونة. إن كانت لديكم جرأة على قتالنا، هيا إلى ميدان القتال. إصراري على الطائر لقيصر إلا أن هناك هاجس في أعناقه يقول لي لا تفعل. لا تكن أحمق، ليس هذا وقت التردد، وإنما هو وقت الثأر لقيصر والتخلص من الخونة وممن أفسدوا في الأرض، وسيكون ذلك بأيدينا وأيدي الشعب. لو كان من مقدور الملك
حدث والتقينا مرة بس نبتسم. أنا أعرف أن هذا اليوم سينقضي لا محالة. سنرى النتيجة إن ظللنا أحياء، فليودع بعضنا بعضا وكأنه الوداع الأخير. الو كده. معلش انا مش هعطلكم كتير. انا بشكر كل الحضور، متشكر جدا، متشكر لخالد. فين خالد رسلان؟ خالد يا جماعه، انا متشكر جدا ليك يا خالد، جدا جدا جدا. باشمهندس محمود غريب ديكور العرض، استاذ وائل مصطفى المخرج المنفذ اللي كان قاعد بينفذ المزيكا، تصميم وتنفيذ اضاءه ابو بكر الشريف،
متشكر لكل الفنيين، عم ابراهيم وعم مصطفى وكل الناس اللي ساعدونا ووقفوا جنبنا. متشكر لكل الناس اللي شاركوا في ان العرض ده يطلع كويس. متشكر لكم كلكم، متشكر جدا. متشكر للفريق، كل الفريق، متشكر لكل الناس. واتمنى يكون العرض حاز على اعجابكم، واتمنى ما اكونش نسيت حد، واسف للازعاج جدا. يعني اتمنى تشوفوا العرض تاني في مكان هادي ان شاء الله. متشكر جدا، متشكر جدا، شكرا.